يلا فيديو جديد. النهارده الفيديو مختلف شويه، جايبين حاجات من بره. هسيب لكم مقطع كده ان شاء الله اقول لكم جايبينه منين. الفيديو حلو، اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. الجبنه الحادقه عمايل ايديا وحياه عينيا. شايفين المش عامل ازاي؟ طول ما المش غامق كده اعرفي ان انت الجبنه بتاعتك هتطلع ان شاء الله ممتازه. ما فتحتهاش يعني اللي عاملاها من السنه اللي فاتت زي اليومين دول في شهر 2 او في اخر 2 كمان. عاملاها وسايباها. يعني انا في برطمان خدت منه ودوت لسه اول مره هفتحه معاكم دلوقتي. تعالي بقى قربي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت ربطها جامد علشان اهم حاجه تكوني ربطها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، اللهم بارك. شايفين اللي على الوش دي حاطه عود قرفه اهي على الوش، ما شاء الله. عود القرفه حافظ لي عليها من السنه اللي فاتت علشان ما تعملش اي حاجه من فوق. شايفين الوش بتاعها نضيف ازاي؟ والفضل بقى لعود القرفه ده. استنوا كده اطلع حته معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايد اللي قال لي عليها بصراحه. يا نهار ابيض. تعالوا بصوا بقى الجبنه. شايفين لون الجبنه عامل ازاي؟ كل ما الجبنه غمقت كده اعرفوا ان الجبنه ممتازه. هي فرفتت مني عشان لسه بصي كانت جامده من تحت وانا بطلعها. شايفين؟ بصوا بقى جمال الجبنه. شايفين طول ما هي غامقه كده اعرفوا ان هي ممتازه. وشايفين المش نفسه غامق ازاي؟ يعني جبنه حادقه على ابوها. بجد بجد والله تسلم ايديها وعينيها اللي قالت لي على موضوع القرفه. والله تسلم ايدي بجد. يعني فعلا بصي قالتها لي كلمه حبيبه قلبي، انت يا بنتي يا شوشو شاطره زي امك. والله العظيم يعني هي عارفه نفسها اللي قالتها لي. حبيبتي 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 اللي بتحبي الناس كلها وبتحبي الخير اللي حواليها. بصوا جمال الجبنه بجد والله حلوه. انا فتحتها قدامكم وشفتوا شكلها من على الوش كانت عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، ما فيش اي حاجه فيها. الجبنه الحادقه والله من شهر 2 اللي فات، في اخر 2 جايباها. يعني قولي في اول 3 او في اخر 2، مش فاكره بالظبط التوقيت. جايباها مع السمنه البلدي. شايفين اهي تحفه تحفه تحفه. على شويه طحينه بقى كده وبالف هنا وشفا. شايفين القرفه ده احسن اختراع اهو. هحطها تاني، يعني انت تاخدي وترجعي ترجعيها تاني في مكانها بالشكل ده. واهم حاجه تقفلي على البرطمان بتاعك كويس قوي. بصي عاوزه تحافظي عليها كيسه كده وتضغطي كويس البرطمان. الغطا بتاع البرطمان تقفليه كويس. طول ما هو حبكي عليه كويس ومفيش هوا بيدخله ان شاء الله اعرفي انها هتفضل كويسه لاخر وقت. وزي ما انتم شايفين كده. ليه بقى انا طلعت الجبنه الحادقه؟ علشان الجمال ده. شايفين القرص؟ يا نهار ابيض على الجمال. حلوه قوي قوي، لكن حرام الكيلو ب50 جنيه. انت تجيبي كيلو دقيق هتعملي كتير قوي، هيطلع لك كميه اكتر من كده. وكمان يعني مش بالمبلغ ده كله، لكن بجد حلوين قوي. هقول لك في الفيديو فين المكان اللي جبنا منه علشان ما كررش الكلام بس مرتين. لكن كان حلو. لكن في ناس في الاول خالص كان حلو قوي، لكن اول ما قررنا بقى ورسينا خلاص ان احنا هنجيب، كنا يعني الست دي كانت اخر حاجه في الاخر خالص. كان اخر 2 عندها جبناهم. هما مش وحشين لكن مش احلى حاجه او اخر حاجه. الناس اللي كانوا في الاول خالص هما اللي حلوين قوي. شايفين كانوا 2 اخدتهم هما الاتنين. قالت لي هسخنهم. كان حلو قوي وهوريكي كمان الطراوه بتاعتهم كانت عامله ازاي. الناس اللي وانت جايه بعد كفر الدوار كده اللي بيبقوا قاعدين بقى بيعملوا قرص وبيعملوا فطير. شايفين بقى الفطير بتاعهم بجد يعني ما شاء الله. شايفين الفطيره عامله ازاي؟ دي ب40 جنيه ودي ب60 جنيه اهي. فطير المستعجلين. وكمان جبت قرص. القرص اللي ريحتها فعلا وطعمها تحفه. الكيلو ب50 جنيه. تخيلوا بقى الكيلو ب50 جنيه للقرص. يعني انت هاتي كيلو دقيق واعمليه في البيت وشوفي هتطلعي كميه قد ايه. جبت قرص
كنا جايين متاخرين وكان اخر فطيرتين عندهم لسه سخنين سخنين سخنين. قلت اطلعها واوريكم كده جمال المش اللي كنت عاملاه، والفطير بجد تحفه. يعني قلنا ايه، غدا سريع كده، جايين من مشوار، مش لسه بقى هطبخ وكده، قلت اعمل جبنه حادقه، وعندي هنا عسل كمان هطلعه، ولسه هحط طحينه على الجبنه الحادقه القمر بتاعتي دي. ريحته سمنه فلاحي، قالت لي بالسمنه الفلاحي وطلع فعلا سمنه فلاحي. شايفينه مورق ازاي؟ لا بجد والله حلو، شايفين ما شاء الله. وكمان القرص، يعني مش هناكله القرص دلوقتي، هشيلها في الفريزر على طول، يعني اي حد هيطلع جبنه او هياكل زي ما ياكل بقى. يا رب يكون فيديو بسيط وسهل، حبيت افتح معاكم الكاميرا النهارده واشارككم وانا بفتح العظمه بتاعتي دي. يا رب يكون الفيديو بسيط وسهل، اشوفكم ان شاء الله على خير بفيديو جديد، مع الف سلامه.